هلا هلا حبايبي، شلونكم؟ اشتاقت لكم، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حيكون عن روتين مسائي. بما انه الاكثر الموظفين او اكثر اللي عندهم شغل او عمل الصبح راح يفضل من انه يكون شغلهم ليل، يعني يفضلون يكون شغل البيت يكون بالليل. ليش؟ لان وقت الشتاء يكون او دخول الشتاء او على وقت الشتاء يكون الليل اطول من النهار. تمام. فلهذا بحب أنا أشتغل بالليل، يعني أكثر روتيني حيكون من نواد ليلي. تمام. فهنا عندي دجاج وعندي لحم راح أفرمه. عندي هنا أول شيء الدجاج اللحم حوالي كيلو. راح أفرم اللحم بماكينة اللحم. راح أفرمه بالمصفي، يكون الوسط، يعني المصفي المثرامة اللي قدامكم هاي مصفيها الوسط. ما استخدمت لا الخشن ولا الناعم. هذا هو المناسب ليكون حشوة للكبة. هنا عندي راح استخدم حشوة للكوبا ايضا مع اللحم، هو عبارة عن 3 حبات بصل مع حبة بوتيتا. ثرمتها اول، هاي شفتها بعدها لا بعد خشنة. نزلت الحواف، بعدين رديت خلطتها مرة ثانية. بعد ما كملت الخلط راح انا حاطة طاوة على النار، حطيت لها شوية زيت زيتون وحطيت البصل لازم اصفيه شوية من الماء عصرة، يلا احطه حتى لا ينزل ماء، لان بيه ماء وهاي منزل. فهنا هذا الماء البقرة راح احطه على الدجاج اللي شفتوه قبل شوية. شوفوا حطيت له الماء البصل. الدجاج لما تحط له ماء البصل دائما اي زفارة بتروح، يعني كلش مفيد للزفارة. انا احب هيك احط بالبداية. هنا حطيت بعد ما ذبل شوية البصل والبوتيتا اللي ثرمتهم بالبداية، حطيت اللحم ضفت عليه وبديت اقلب بيه. لما يبدي يتغير لون اللحم جذريا، يتغير اللون مثل ما تشوفون قدامكم بهاي الطريقة، حبدي احط البهار اللي حطيته فلفل اسود وثوم مطحون وبهارات كبة وكزبرة وبابريكا. تمام. هاي بهارات الكبة اخر شي. انا حطيت الثوم المطحون لان انا ما حطيت ثوم صحاح ويا الحشوة. تمام. فلهذا حطيت ثوم مطحون. بالاخير حطيت الملح وحطيت الكركم. حبدي احمسن شوي زين. بعدها راح اضيف الفستق الحلبي. فستق هنا مفلس ومسلوق، سالقته أنا قبل فترة. أجيب كمية وأسلقها وأحطها بالمجمدة، كل فترة أطلع كمية من عنده. طلعت شوية من الفستق خبطته لكبة. هذا الفستق مفيد جدا تسلقيه وتحطيه. طبعا أنا أيضا حطيت كرافس مطحون فرش لين ما عندي، فاستخدمت المطحون. هاي آخر كمية طبعا المطحون، إن شاء الله أجيب بعد وأيبس. هنا بديت طلعت صدر دجاج ثرمته بهذا الشكل، ثرمته على شكل طول حتى من اجي اثرمه يسهل علي ان الثرم مالته. مثل ما تشوفون بشكل طول على طول، بس شوية ادوسه يقدر يدخل داخل الماكينة، واقدر ادوسه شوية بهاي الدواسة مال الماكينة بكل سهولة. هنا الصدر هنا مال الدجاج انا ثرمت حوالي كيلو وشوية. تمام. خلصت بعد ما ثرمته. طبعا هذا حخليه على ثاني يوم استخدمه. وهنا هاي الطريقة شلون ثرمته بهذا الشكل. انا كان مفروض ان اثرمه نفس المصفي اللي ثرمت بيه اللحم، لكن انا ثرمته بالمصفي الانعام، وهاي كانت غلطة وان شاء الله ما تتكرر، لان انا راح اسوي كباب يعني، فلهذا كان مفروض اسويه بالمصفي الخشن. هنا بديت مثل ما اغسلها. بعد ما كملت، انا احب اي شغلة اشتغلها اغسلها، يلا ابدي يعني اكمل الشغلة. تمام. فهنا غسلت. بعد ما اغسلهن ماكينة اللحم وكل العدة مالتها، انتظرها شوية توشل من الماء، بعدها احطها على خاولي على الكاونتر واصفيها. ضروري تصفى ماكينة اللحم، ضروري، لان اذا ما صفت راح تصدي، لان هاي حديد وبيها ستيل يعني، فممكن تصدي. هنا عندي هاي الغلاية القلاية الكهربائية. هاي القلاية مالتها عندي الطاسة ايضا غسلتها، كنت سالقة بها بصل. وهاي العدة كلها هاي بعد ما عندي اي ماعين وسخة. هنا كملتهن. بعد راح اجي بردي كان الحشوة، راح اضيفها بعلبة بحافظة. وايضا هنا هاي الحشوة طبعا هي شوفوها قليلة، لان الحافظة كلش غميجة.
بديت هنا أغسل العدة، ما غسلت أيضا طاوة هنا جديدة ما يحتاج لها جلف كثير، وهاي اشتريتها قبل فترة وصورتها في فيديو أيضا. اشتريتها أتذكر ب11,000. هنا عندي الفاكهة هنا عندي هنا فاكهة. هذا معون الفاكهة غسلته ووشلته خليته. بعدها هنا جابوا فاكهة، هنا تفاح أبيض وأحمر وبرتقال. بديت أغسلهن غسلة زينة لين يحتاجلهن غسلة. شغلت عليهن البور شوية، بعدها بديت أفرك بهن. هاي كملت أيضا غسلة هذا كله روتين مسائي، يعني كل هذا بنفس اليوم بالليل. هنا كان لازم إنه أغسل الطباخ لأن ماما كانت تعبانة أكثر الأحيان هي تنظفه، الله يعطيها الصحة والعافية. فكانت تعبانة وحاطة كانونة بإيدها يدعولها بالشفاء. فقلت اليوم لا أنا أسوي أغسله. فمسحته من كل بقايا الطعام أو شي بيه، مسحته بالسفنجة. بعدها ضفت عليه المونكس هذا قوي كلش قالع للدهون. بديت رشيته عليه ووزعته عليه بالسفنجة. بعدها شوية انتظرت دقيقتين وبلشت بالسيم، تشوفوا هذا جلفتها. بعدها رجعت بالسفنجة أول شي اللي استخدمتها، غسلتها وبديت أنشفه من كل بقايا المونكس. بعدها أيضا جبت وصلة ومسحته. طبعا ما كان يعني مصورة، نسيت أصور إنه أنا جبت وصلة يابسة أو خاولي يابس ومسحته حتى يلمع شوي نطيله معه. هنا العيون مال الطباخ كان لازم أجلفها. بديت أيضا رشيت لها مونكس وانتظرتها شوية تنقع، وبديت أيضا أجلفها السيم الخشن. لو تشوفون إنه أنا مستخدمة هنا سيم خشن، والعيون أصلا هي لونها أسود، يعني ما بيها شي، بس هي اللون أسود والقاعية مالتها تكون رصاصي مثل ما تشوفون. أول ما غسلتهن كلهن وجلفتهن جلفة زينة بالمونكس وبالسيم حيل دعكتهن. بقت عندي هاي آخر وحدة، حسيت إنه بيها شوية بعد يراد لها جلف، فرجعت ضفت لها المونكس ورجعت أيضا خلطتها حيل. عفوا سويتها بالسيم، جلفتها بالسيم. آخر شيء هنا سويته هو إنه كان هذا أنا أصلا منقعتهن، أو قبل من نقعت العيون الطباخ نقعت أيضا السيبايات، وهنا بديت أجلف أيضا بيهن جلفة زينة إلى أن حسيت إنه شوية نظفن، وجلفت وشغلت عليهن بوري وأنا بجلف حتى تنضاف زين. بعد ما كملت، طبعا كان الليل شوية مثل ما قلت لكم الليل طويل، فقد ما تشتغلين بيه يعني ما يخلص. الحمد لله يعني مفيد. هاي هنا الكهرباء طفت ورجعت. هنا كملت الطباخ ومسحته ولمعته بالوصلة. بعدها حطيت السبات بعد ما نشفن والعيون. هنا قلت ننهي اليوم ننهي اليوم بقهوة. حبيت أسوي قهوة، جبت قهوة، حطيت ملعقتين، حطيت مبيض، ورديت حطيت 2 شوكولا اللي شفتوها وحليب. اللي شفتوه طبعا ترى مو شوكولات، هذا مو شوكولات، هذا شوكولا. من تفتحوها شكلها شوكولات لكن هي شوكولا. ضفت 2 من عندها لأن ما حبيت أضيف شكر. بعض الأحيان أضيف عسل، بعض الأحيان أضيف شوكولا أو شوكولات على حسب، بس هذا كان شوكولا. هنا عندي جدريتين مال لوبيا، كان أخويا جابهن بستان. جدرية غسلتهن، واحدة فورتها خزانتها بالمجمدة، والثانية خليناها ثاني يوم نسلقها. هذا كان روتين ليلي أو مسائي بسيط. شكرا لكم وإلى اللقاء.